عاملين إيه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. حاليا انا هشرح لكم كل ما يخص عن برنامج افضل برنامج مونتاج. يعني اللي كل ما بيبحث عن افضل برنامج مونتاج مفيش غير دوت، هو ده افضل برنامج مونتاج واسهل واحد يعتبر. يعني مفيش اسهل منه حرفيا. تمام. هو بيكون طبعا مجاني، وفي طبعا النسخة المدفوعة، يعني حسب ما انت عاوز. لو حابب تطور من نفسك تقدر تشتري النسخة المدفوعة، مفيش اي مشاكل يعني. تمام. طيب انا هشرح كل جزء في البرنامج واحدة واحدة ببساطة. يعني عاوزك كده ايه، يعني تكون معايا آه يعني تبقى بتركيز كده عالي. تمام. ومتشغلش بالك بأي حاجة خالص. ولو شايف الفيديو يعني كبير جدا، حاول ان انت تقسمه اجزاء او مثلا على ايام حسب ما انت عاوز، عشان برضو تكون ايه يعني لامم كل ما يخص كاب كات. تمام. يعني هو فعلا افضل برنامج للمونتاج. طبعا هشرح كذا برنامج، بس انتوا بس ايه يعني يعني طبعا على حسب كل اللي حابب يعني يشوف اي برنامج برضو مفضل بالنسبة له، عادي يشوف شرح ليه يعني. طيب انا حاليا هنشرح البرنامج دوت ببساطة. عندنا هنا الجزئية مثلا So if يعني مثلا انا عندي اي عموما الجزئيات اللي هي معروفة ان هي بتبقى الانبوت، ده اللي هو الزرار اللي انت بتبقى عاوز تجيب منه مثلا الفيديوهات اللي هي على جهازك الكمبيوتر او البي سي او حتى على اللابتوب يعني. فطبعا اول حاجة طبعا طريقة التحميل بتاعت البرنامج سهلة جدا، يعني من جوه البلاي مفيش اسهل منها تحميل البرنامج. تعمله تنزيل في تحميل، او تدوس ستارت بعد كده يعني يتحمل عندك على الجهاز، سهل جدا. المهم نبدأ جزئية جزئية عشان نعرف البرنامج ده بيشتغل ازاي. حاليا ده اسمه الشريط اللي هو اللي انا بشاور عليه دوت، ده اسمه شريط الفيديو. تمام. ده شريط الفيديو. عندنا هنا الجزئية اللي هي الأسهم ديت هنعرفها شوية بعدين، برضو نفس القصة. تمام. طيب احنا مثلا هنضيف الفيديو، هنضيفه منين؟ هنضيفه من قائمة اسمها قائمة الانبوت import. دي قائمة الإدخال يعني، فدخل الفيديو هنا في الجزئية دي كلها. فهنضيف مثلا نقول له add to tracked. تمام. الفيديو اتضاف عندي هنا. انا بس يعني الجزئية دي طبعا هشرحها بس واحدة واحدة. طيب يا شباب، حاليا احنا ضفنا الفيديو. طيب ده الفيديو، الجزئية الخاصة بالفيديو، الجزء ده كله. طيب هو بالنسبة الفيديو ده احنا ضفناه. طيب عايزين نضيف مثلا الفيديو ده، هندوس على كده على اللي هي علامة الزائد ديت، اللي هي بتقول لنا اللي هي add to track، يعني إضافة الفيديو. طيب كده احنا ضفنا الفيديوهين مع بعض. الفيديوهين دول ببساطة احنا مثلا عاوزين نقفل الصوت عنهم، عاوزين نقفل الصوت عنهم، اللي هو يعني عاوزين نحذف الصوتين، الصوت دوت الفيديو وصوت الفيديو دوت. هنعمل ايه؟ في زرار هنا. تمام. الزرار ده بيقول ايه؟ الزرار ده بيقول كليب اوديو، لو ان ميوت كليب اوديو. تمام. هندوس عليه مثلا كده، انت ايه يعني كده الصوت موجود. طيب لو هندوس تاني كده، كده الصوت مش موجود، كده خفينا الصوت او شلنا الصوت بمعنى اصح. طيب الجزء التاني اللي هو مثلا انت عاوز ترجع الجزئية اللي انت عملتها قبل كده. يعني مثلا انت عملت ايه؟ طبعا هشرح لكم الجزئية دي برضو. يعني انت مثلا عندك في الجزئية مثلا اللي هو مثلا الفيديو دوت، عاوز مثلا تعمل له قص مثلا لجزء معين. تمام. هتعمل ايه؟ في هنا زرار السهم دوت هتدوس عليه. تمام. بعد ما تدوس عليه هتلاقي فيه 4 خانات او 4 اختيارات. 4 خيارات دول، في اول واحدة خالص اللي هو اسمه select، زرار select. تمام. يعني كل اللي هو الكل يعني. الزرار التاني ده اللي احنا عاوزينه، اللي هو
اسمه سبيلت. يعني ايه سبيلت؟ يعني الناس اللي مبتعرفش انجليش، يعني معناها قص. تمام. فهندوس كده اللي هو السبيلت كده، ايه جبناها على السبيلت خلاص. فنقدر نقص مثلا الجزء اللي احنا عاوزينه. طيب ازاي نقصه بقى؟ يعني مثلا الجزء دوت عاوزين نقص الجزء ده، ماشي، وبعد كده الجزء دوت مثلا، وبعد كده الجزء ده كده. مثلا الفيديو ده قسمناه على 4 أجزاء. تمام. طيب حبيت توصل نفس القصة ديت الفيديو ده، مفيش مشكلة. طيب انت حبيت مثلا ترجع الجزء اللي هو اللي فات، بمعنى أصح ان انت ترجع مش عايز مثلا هنا في قص او هنا في قص، ايا كان الجزئية الأخيرة مش عايز ترجعها ازاي. هتلاقي هنا في زرار بيقولك ايه. الزرار ده بيقول اللي هو الرجوع، خانة الرجوع. ممكن تعملها برضو بالكيبورد عن طريق اللي هو كنترول زد. تمام. حتى هو كاتب لك هنا، لو انت علمت من هنا هتلاقي بيقول لك كنترول بلس زد. تمام. فممكن تدوس عليه او حتى عن طريق الكيبورد، ايا كان، يعني ايا كان اللي انت حابه تقدر تعمله في اسرع وقت، يعني بسرعة، بحيث انت تبقى سريع في المونتاج. تمام. فهندوس هنا مثلا كده، ايه رجعنا الجزئية اللي احنا قصيناها. تمام. فالجزئية اللي احنا قصيناها دي رجعت ببساطة. طيب جميل جدا جدا. طيب في ايه الجزئية التانية؟ مثلا هنجرب. عندنا اللي هو الجزئية دي طبعا انت عارفينها، اللي هي بتاعة الديليت. مثلا الجزئية دي، مثلا انا هفترض عاوز امسح الجزئية دي، فاروح اعمل ايه؟ هروح اعمل سيلكت. تمام. وادوس على ايه؟ على ايه الجزئية ديت، عاوز امسح الجزئية ديت، هعمل سيلكت زي ما انتم شايفين كده. تمام. عن طريق حرف ال A، او عن طريق ادوس على الزرار دوت اللي هو سيلكت، وادوس على المقطع الفيديو عشان امسحه. اعمله ازاي؟ ادوس على مقطع الفيديو، وبعد كده في حاجه اسمها هنا ديليت. تمام. ادوس على ديليت كده، ايه مسح الفيديو ببساطه. تمام. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي كلها. تمام. طبعا انت يعني الجزئيه دي مثلا ايه يقول لك ان هو عاوز يغير السبلت، هنا مثلا تبدل برضو السبلت ايا كان. فالقرارات دي مش بنحتاجها قوي يعني. تمام. هو بس دول اهم الحاجتين دول، select و split. طبعا هقولك مثلا ديت، يعني دي اسمها select left word، يعني بقى هي نفس القصة ديت. تمام. لكن مش بنستخدمها كتير، فهو اهم حاجة هو select وال split. طيب دي اول جزئية. طيب يا شباب عاوزين نشوف الخانات اللي هي الموجودة تحت هنا ديت. تمام. الجزئية دي يا شباب، عندك هنا حاجة اسمها full quality. يعني ايه full quality؟ يعني الفيديو بالكامل عاوزه كواليتي اوريجينال. تمام. عاوزه، حتى هو كاتب لك كده، بص اوريجينال فيديو ريزوليوشن، عاوز بالابعاد بتاعته كمان يكون اوريجينال، كل حاجه اوريجينال. تمام. فهم افضل خيارين هما الاتنين دول، فول كواليتي واللي هي هاي كواليتي. هاي كواليتي اللي هو يعني اللي هو الجزئيه ديت او الخيار دوت، واللي هو الفول كواليتي. دول افضل خيارين يعني، بس انا بنصح يعني ان هو ان انت تختار فول كواليتي. تمام. طيب جميل جدا جدا. طيب يا شباب عاوزين مثلا احنا في خانة هنا برضو، او في فكرة برضو هنا جميلة جدا في كاب كات، يعني هي ان انت تعمل مثلا دبل كليك، ماشي، الزرار اللي هو اليمين، دبل كليك، وفي عندك خيارات كتير جدا جدا جدا. طيب انا هشرحها واحدة واحدة ببساطة. اول حاجة هنا اللي هو الكوبي، طبعا انتوا عارفين ممكن نعمل كوبي مثلا، ونيجي على اخر مثلا جزئية وتروح تعمل حاجة اسمها هنا بيست، اهو عملت لك مقطع جديد. تمام. عاوز مثلا تنزله تاني، يعني الجزء اللي هو الفيديو دوت، تعمل سيلكت هنا وتمسك الفيديو دوت تنزله تحت خالص، وكده شبك مع الفيديوهات التانية. تمام. طيب هنشرح برضو الجزئية اللي احنا مشينا وراها. فمثلا الجزئية ديت اللي هي كوبي، خلاص خلصناها. القاعدة دي برضو نفس القصة، ممكن تعمل
الفيديو كات وتنسخه في حتة تانية. عندك برضو هنا الجزئية بتاعة الديليت موجودة. عندك كمان اللي هو السبلت، بس دي مدفوعة غير البرو. عندك الايديت، دي مهمة جدا جدا. دي ببساطة لو انت عاوز تعمل ايديت هنا على الجزء دوت، وتروح عامل يعني تجيب الخيار اللي هو كروب، اللي هو كروب راتر. دي بمعنى صح ان انت بتعمل بتختار المقاس اللي انت عاوزه الفيديو. يعني مثلا وانت عاوز مثلا ترفع على على منصات السوشيال ميديا وكده، ففي مقاسات محددة السوشيال ميديا بتحتاجها، مثلا على 9:16، 16:9، 4:3، 3:4، 1:1. ايا كان انت المقاس المطلوب اللي انت عاوزه، سهل جدا ان انت تضغط عليه وتعمل له. طبعا على حسب طبعا انت متصور ايه، يعني في ناس بتصور بالطول، في ناس بتصور بالعرض. طبعا حسب المقاسات ديت كلها انت بتختار. تمام. فانا عن نفسي هختار 9:16 لو انت مثلا هترفعه شورتس مثلا، فاهم؟ فتدوس هنا confirm، فبالتالي كده خلاص هو اتعمل المقاس بتاعه. تمام. فاسهل حاجة يعني مش صعبة. طيب يا شباب، رجعت لكم تاني. كان في شوية مشكلة في المايك. بالنسبة هنا للجزئية اللي احنا لسه مكملناش، طبعا خلصنا edit خلاص. هو ده افضل حاجة في الايديت. طبعا هنا مثلا حاجة اسمها فريز دي يعني ايه؟ ان انت بتنسخ الجزئية التانية. عندك اللي هو مثلا هنا في الايديت عندك الروتر دوت برضه خاصية، يعني بتعكس الاتجاه زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ فدي اللي هو روتر بتعكس الاتجاه. عندك اهو بنجرب. جميل. دي اللي هو روتر. طيب عندنا اللي هو ميرور، اللي هي مرور. دي بقى بتعمل ايه بكل بساطة؟ اي بتعكس برضو الاتجاه بس بطريقة مختلفة. شايفين؟ ايا كان اهو زي ما انتم شايفين كده. طيب يعني مثلا ايه حاجات زي مثلا كده. طبعا ايه عندك برضو اللي هي الريفرس، اللي هي الريفرس ديت. طبعا انا مش محتاجة خالص، مش لازم. المهم عندك ايه تاني؟ عندنا كمان الجزئية دي كلها. طبعا جزئية العين ديت اللي هي الهاي تراك. تمام. دي اللي هي بتخفي خالص الفيديو. تمام. عشان مثلا لو انت عاوز مثلا تنزل فيديو مختلف مثلا او كده، تنزل فيديو عادي جدا. عايز ترجعها تاني ببساطة ترجع تاني. عندك هنا القفل اللي هو اللوك تراك. فده يعني بيشفر او بيقفل يعني بيقفل ال المكان او الفيديو خالص. تمام. عندك ايه تاني؟ عندنا الجزئية دي برضو مهمة جدا. طبعا برضو يعني كروب، يعني نفس القصة اللي احنا يعني شفناها في الجزئية اللي احنا دبل كليك لما عملنا دبل كليك هنا. فنفس الجزئية هنا برضو ممكن تختار أي مقاس انت عاوزه، في 9:16، في 16:9، في 4:3، في 9:16، في كل حاجة موجودة هنا. يعني المقاسات كلها موجودة يعني. فدي ميزة جميلة جدا في البرنامج، أو في يعني أفضل بصراحة من برنامج مونتاج صراحة. عندك ايه تاني؟ طيب عندنا الجزئية الجزئية اللي هي عن طريق الفيديو. عندك هنا الجزئية بقى بتاعت الفيديو، في عندك جزئية الأوديو، في عندك السبيد، في عندك الانيميشن. تمام. ففي عندك الستايل، في كل حاجة هنا. طيب نبدأ واحدة واحدة. احنا اتفقنا ان احنا واحدة واحدة عشان يعني نشرح الجزئية، كل جزئية يعني ببساطة. تمام. طيب. طيب يا شباب، بالنسبة لكل جزئية عشان برضو ايه
يعني يعني نجيب كل جزئية كده ونشرحها واحدة واحدة ببساطة كده. أول حاجة عندنا القسم اللي هو قسم الفيديو. قسم الفيديو هنا عندنا حاجة اسمها هنا السكور، أو اللي هي يعني انت بتعمل سكيل للفيديو دوت، يعني زي مثلا ايه، بتوضحها اكتر او كده، بتحاول تقرب الملامح، عاوز توضح الشخص قوي يعني زي ما انتم شايفين كده يعني. تمام. فعلى حسب انت مثلا كاميرتك بعيدة، فانت عاوز تقرب شوية، عاوز تقرب زوم، تعمل حركات كده حلوة. لا، اصحاب المونتاج بصراحة يعني الناس اللي هم شغالين في المونتاج حرفيا مهنة جميلة جدا، يعني ممتازة جدا في اللي انت يعني مستمتع برضو اللي انت شغال فيها آه، سهلة جدا برضو، ولو انت اتعلمتها صح يعني. طيب يا شباب، فده اللي هو خيار السكيل زي ما انتم شايفين كده. طيب عندنا هنا الجزئية اللي هي البوستوس، تمام، البوستيشن اقصد. تمام. عن الجزئية دي مثلا ايه، انت بتقرب شوية جزء جزء، بس انا ما انصحش بيها بصراحة، يعني الجزئية دي يعني ما انصحش بيها. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا الجزئية مثلا انت عاوز تحرك يمين، عايز تحرك الجزء اللي هو اليسار، عاوز هنا مثلا تعمل الجزئية ديت، عاوز يعني في كذا شكل كده ايه تعمله في الأشكال ديت زي ما انتم شايفين كده. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الجزئية ننزل تحت شوية، في هنا الجزء دوت بيقول مثلا ايه، انا بفضل بصراحة recommended، اللي هو يعني الخيار دوت اللي هو الليفل بتاع دوت. فانا بصراحة بفضل الخيار ده ان هو يكون recommended، تمام، افضل مقاس. فعادي جدا تقفله، مش مشكلة، براحتك ايا كان. بس هو برضو الاختيارات دي كلها مدفوعة للأسف. ف يعني لو في حد عنده اشتراك مدفوع يقدر برضه يجربها. في خيارات كتير أوي مدفوعة، بس يعني خيارات ممتازة جدا برضو. في اللي هي ال AI، وفي ايه تاني، في عندنا كمان اوتو، في كذا حاجة كتير جدا يعني ممتازة جدا في البرنامج. عندنا هنا كمان في الاوديو زي ما انت شايف كده هنا، في حاجة اسمها الفوليوم، هنا مستوى الصوت مثلا. فهنا مثلا ايه، انت خليت الصوت اقل شوية، فانت مثلا عايز تعلي الصوت شوية فبتعليه كده. طيب في حاجة اسمها الفاند، اسمه فاد ان، وفي حاجة اسمها فاد اوت. فاد اوت دي اللي هي مثلا لو انت عاوز تخلي الفيديو في الاخر خالص ان هو يبقى مثلا لو انت عاوز الموسيقى تكون هادية شوية في الاخر، او تقل مع نفسها واحدة واحدة، فبتعلي الخيار دوت. فاهم؟ فلو انت مثلا عاوز تقللها فبتقلل الخيار دوت، عاوز تزود اللي هو الموسيقى في اخر الفيديو، تعال الخيار دوت هو اسمه فاد ان. تمام. هو خيار يعني ممتاز جدا جدا، يعني بنصح بيه لو انت فعلا عندك مثلا موسيقى عاوز تحطها في الخلفية او كده. ففي لا يعني، فالخيار ده ممتاز جدا، تقدر تعليه او تقدر ان انت تخليه اقل حاجة يعني. تمام. طيب ايه تاني عندنا؟ الجزئية اللي هي الخاصية ديت، فبرضو يعني الخاصية دي مش ملهاش لازمة برضو. طيب ايه الجزئية تاني؟ عندنا ايه تاني يا شباب؟ طيب في هنا يا شباب عندنا الخيار دوت او الجزئية دي برضو ما شرحناش، دي بتاعت المايك. تمام. دي اللي هي الخاصية، يعني التلاتة دول يعتبر مش مهمين قوي. عندك برضو هنا الجزئية دي، عندك هنا بقى دي مهمة، دي اللي هي الزوم. تمام. دي اللي هي الزوم، زوم ان زوم اوت كده. مثلا انت عاوز مثلا نفترض مثلا عاوز الجزئية دي كلها، تمام، تعملها زوم. فعشان انت مثلا ايه، لو انت مثلا عامل فيديو كبير او طويل شوية في المدة، تقدر تعمل زوم 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 زوم، وتخليه يعني تشوف اللي انت مثلا المقطع اللي انت عاوزه او الثانية اللي انت عاوز تحذفها. تقدر تعمل هنا بالسلكت، وتقدر مثلا تعمل سبلت هنا وتقفل، او تعمل قص هنا مثلا وسبلت هنا وسبلت هنا، او كده مثلا عملت قص هنا. فاهمني؟
وتقدر انت مثلا تعمل ايه، او تعمل مثلا ديليت، وتعمل الجزء ده ديليت، ايا كان الايه اللي انت عاوز تعمله يعني. تمام. طيب طبعا دي يعني نيجي بقى فوق خالص، عندنا الخيار اللي هو الجزء اللي هو فوق خالص اللي هو عند الفيديوهات. طبعا احنا قلنا قصة الامبورت والحوار دوت. عندك هنا ده الشكل يعني ايه، بيقولك مثلا وانت عايزه ليست الفيديو يعني وكده، او عايزه اللي هو جيرل دوت اللي هو يعني ايه يعني يبقى فيديو. انا بفضل بصراحة الخيار دوت يعني. عندك اللي هو هنا السورت، هنا موجود على كلمة تايم important. عندك هنا ممكن يبقى النيم مثلا لو انت عاوزه على مثلا ايه، عاوز الفيديو بالاسم مثلا او كده، فممكن تبحث بالسيرش عن طريق الفيديو دوت. فيعني سهلة جدا وبسيطة يعني، فاهمني. فممكن تختار مثلا اللي هو عن طريق التوقيت او عن طريق النوع، ايا كان الفكرة اللي انت عاوزه الفيديو كده يعني، فاهمني. او مثلا عن طريق رقم الفيديو او كده تقدر تقدر تبحث عن الفيديو اللي انت عاوزه بسهولة من داخل المكتبة ديت يعني. طيب فاضل الجزئية دي كلها اللي احنا عاوزين نشرحها. تمام. ايه تاني عندنا؟ والجزئية اللي هي برضو ديت قريبة منها. طيب واحدة واحدة يا شباب كده عشان ايه نبقى يعني ملمين برضو بكل حاجة يعني. تمام، او اغلب الحاجات المهمة يعني. انا بص بقولكوا الحاجات اللي هي الأهمية اكتر، عشان يعني بعد كده ممكن نعمل فيديو تاني ونبقى نعمل ايه اللي هو الفيديو المتقدم شوية. تمام، نعمل فيديو مثلا بسيط للمبتدئين، والفيديو اللي هو اللي جاي ان شاء الله يبقى فيديو متقدم اكتر شوية يعني، فاهماني. طيب يلا يا شباب، عندنا اول جزئية هنا اللي هو الامبورت ده اللي هو قصة الفيديو. لو انت ترفع فيديو كده عندك هنا الاوديو. تمام. دي كذا حاجة اوديو خاصة اللي هو البرنامج وكده. عندك ايه تاني؟ عندنا هنا الجزء اللي هو بتاع التكست. ونفترض مثلا انت عاوز تكتب مثلا حاجة على الفيديو، هتعملها ازاي؟ بكل بساطة انت تدوس على هنا تكست دوت، تدوس على هنا على علامة الزائد. طبعا هو بيقولك هنا add to track، على يعني بيقولك على هنا الجزئية التراك وكده يعني. فبسيط جدا مش صعب. هتدوس هنا وتعمل مثلا عاوز تضيف كذا مثلا على كذا جزئية مثلا او كده. عندنا نعمل select وندوس هنا نعمل على البرنامج. زي ما انتم شايفين كده، مثلا عاوزين نكتب هنا مثلا اي حاجة. مثلا نكتب ايه؟ نكتب مثلا هلو. هلو. ماشي. طيب عاوزين نظبط الكلمة دي الجميلة ديت. مثلا نعمل الفونت نفسه نكبره شوية، نعمله هنا علامة البيلد. تمام، نختار مثلا لون كويس، مثلا نختار احمر او اسود. بلاش اسود عشان ممكن عشان نفس اللون بتاعه، فنخليه مثلا لون ابيض او يبقى اصفر يعني. ممكن نختار مثلا ايه حاجة فاتحة كده، يعني حاجة بيضة كده ايه ممكن يعني، بحيث يكون الشكل افضل. يعني خليه مثلا اللون ده كويس. حلو. طيب عندنا مثلا الجزئية دي خلاص. مش عندك هنا تختار اللون وكده. انا بفضل بصراحة الاختيار دوت ممتاز، بحسه افضل يعني ايه يكون يعني باين واضح اكتر زي ما انتم شايفين كده اهو. كده انا وضحت الخط ووضحت اللون. اخترت وكتبت هنا في هنا كتابة، نظام كتابة. في يعني إضافات حلوة جدا هنا. هو مثلا تختار مثلا هنا هنا 26 اللي هو الفونت سايز، فممكن تزود شوية الجزء دوت. ف طيب بعد كده عندنا ونختار هنا الكالر، وممكن نختار هنا الشكل مثلا او الطريقة اللي بتكتب بيها هنا. في عندك هنا 3 اشكال او 3 اختلافات هنا زي ما انت شايف كده اهو. تمام. طيب
عندك مثلا الجزء اللي هو مثلا زي ما انت شايف كده، اللي هو بنختار هنا الشكل دوت مثلا، او مثلا الشكل ده جميل جدا جدا حرفيا. اللي هو الستايل ده يعني روعة جدا، بحبه. يعني في اشكال حلوة جدا في البرنامج، حرفيا جميلة جدا. شايفين كده؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا احنا يعني مختارين حسب طبعا اللي انت اخترته، فبيظهر هنا زي ما انت شايف كده. عايزين مثلا توضح مثلا الجزء، لو انت عايز تخفي الجزء ده مثلا او يبقى بالشكل دوت، عندك كده مثلا تفضل اللون ده مع الاصفر مع الاسود. طيب هنا مثلا في حاجه اسمها السكيل ده، مثلا لو انت عايز تخليها مثلا صغيره شويه او 74، حسب انت مثلا كام في المية عايز تزودها، براحتك في الحوار دوت. عندك هنا، فعندك هنا كذا فيوتشر كتير، يعني عندك هنا اضافات كتير جدا جدا، يعني زي ما انت شايف كده. هنا عندك مثلا اي بي سي زي ما انت شايف، لو انت مثلا عاوز تخليها بالطريقة ديت، او مثلا ندوس عليها كده وننزل ننزل، هتلاقي هنا بقى ايه. بص بقى، ركز معايا الباك جراوند هنا. عندك الجزء ده مش بيخليها بنفس الايه، يعني قريبة من الشكل نفسه او الاسم نفسه، لا. لو انت عاوز مثلا تخليها على نفس الحروف، مش يبقى مفرولة كده زي ما انت شايف كده، لا، خليها مثلا صغيرة كده، فاهم؟ تبقى كده حاجة كده سيمبل كده، فاهم؟ حاجة بسيطة يعني. ودي طبعا اللي هي يعني الحركات بقى والحاجات ديت، تقدر انت تلعب في الحوار ده، يعني تشوف المناسب معاك ايه واللي مش مناسب معاك ايه، عشان يعني تكون افضل، يعني افضل جودة وكده، تعمل افضل جودة. عندك هنا الانيميشن، عندك هنا تقدر تجرب ده كله. موضوع ابسط من ممكن يعني، زي ما انت شايف كده. وعندك كده برضو يعني كل ده يعني حاجات اضافية نشرحها بعدين في الفيديو المتقدم. ايه تاني عندنا؟ طبعا احنا اخترنا خلاص النص. مثلا لو انت عايز تمسح النص تدوس هنا ديليت، عايز هنا تمسح النص ده مثلا تدوس على ديليت، وهكذا وهكذا. تمام. طيب عايز مثلا هنا اخلي الفيديو ده مثلا الجزء ده اطلعه هنا واحطه مثلا في العلامة في الجزء ده مثلا، وهكذا وهكذا. عايز مثلا انت يعني تخلي الجزئية دي مثلا في الأول خالص، بحيث مثلا تلفت يعني ايه يعني مثلا في جزئية مثلا عجبك في الفيديو، عاوز تخليها في الأول، فعادي جدا. يعني مثلا في ايه تاني عندنا هنا مثلا لو انت عايز تعمل edit معين يعني مثلا في الجزئية معينة في الفيديو، تعمل عادي جدا edit اللي انت عايز تأثر شوية، عايز مثلا تخليها على المقاس بالظبط، على قريب مثلا من الرأس مثلا أو الشعر شوية. سهل جدا تعمل مثلا كده في الجزئية دي بس. فأسهل ما يمكن مفيش، يعني الموضوع أسهل بكتير جدا، مش صعب. يقولك المونتاج صعب، لا، أقوله يعني سهل جدا المونتاج، يعني مش صعب خالص. هنا الجزء اللي هو بتاع مثلا التحديد، مثلا عاوز تخلي الكفر أو زي ما تقول كده ايه، الصورة المصغرة بتاعتك عاوزها ايه. فهنا ممكن تختار عادي جدا الاختيار اللي انت عاوزه، زي ما انت شايف كده. وبس كده يعني، تقفل على هذا الوضع يعني. تمام. فسهل، سهلة جدا يعني. اهو عملت مثلا كده اهو، وعملت مثلا ايه كده اهو. فطبعا هنا اخترت مثلا الصورة المصغرة، عاوز ان انت مثلا تعمل لها سيف على جهاز الكمبيوتر وترفعها على السوشيال ميديا ايا كان. فالامور ابسط ما يمكن حرفيا يعني، تفهمني؟ فالموضوع اسهل ما يمكن. طيب هندوس هنا كنسل، وندوس هنا برضو كنسل، ندوس اكزيت وندوس هنا كنسل زي ما انت شايف كده. جميل جدا جدا. طبعا هنا اخترنا خلاص. هنا بقى في هنا برضو حاجة ما شرحتهاش، وهي قصة الفوكس او الجزئية اللي انت بتقرب شوية على الوجه مثلا او كده، او بحيث بس لو انت عايز تعمل الجزئية ديت ماشي. بس انا منصحش بيها لان عشان ما تبوظلكش المقاس او الجزئية دي. تمام. ايه تاني يا شباب؟ عندنا ايه تاني؟
الخيارات دي كلها دي الإفكت مثلا إفكتات، تختارها مع الخطوط وكده. عندك كمان هنا الأوتو كابشن، عايز تطلع مثلا النص مثلا دوس هنا جيرينيت. هو مثلا تختار هنا اللغة. عندك مثلا فيديو عربي، فيديو مثلا ايه بالانجليش، هنا مثلا فيديو ألماني. لو عندك فيديو مثلا فرنش أو انجليش، تختار هنا كل اللغات موجودة، كل اللغات موجودة اهي. فتختار كل لغة، أي لغة أنت عاوزها بلغة الفيديو، ويطلع لك النص مكتوب بالشكل اللي أنت عاوزه، وتختار هنا النص بكل بساطة يعني. تمام، ده بالنسبة للأوتو كابشن. طيب عندنا الإفكت، زي ما انت شايف كده ببساطة برضو تقدر تختار أي حاجة وتنزلها على الجهاز وتتحمل عادي جدا وتشتغل يعني. تمام، يعني ايه يعني بالخطوط ديت يعني سهلة جدا. تمام. طيب عندك ايه تاني، أم... ببساطة كل ده متاح عندك. وفي طبعا عندك حاجة يعني ايه حسب اللي انت اخترته ايه وكده في الأول. المهم، ده الجزء اللي هو اللي احنا شرحناه ببساطة في الخانة دي كلها. عندنا ايه تاني يا شباب؟ نجرب كده مثلا حاجات من اللي هي اللي احنا شفناها متقدمة شوية. تمام، بحيث اقول لكم نبذة عنها وتكون عندكم خلفية عنها وكده يعني. طيب نفترض يا شباب احنا مثلا عاوزين هنا نعمل في ما بين بين الفيديو والفيديو، مثلا عاوزين نعمل هنا مسافة مثلا، او مثلا ايه نخلي المسافة دي مثلا تكون افكت مثلا معين، او حاجات كده من البيزك يعني. هوريكم برضو حاجة يعني سهلة جدا، حاجات كده من هنا مثلا هنا الستيكر، كل ده استيكرات يعني سهلة جدا. تمام، تقدر تحطها على الفيديوهات بتاعتك، يعني بتقعد بصراحة يعني حاجة يعني سهلة جدا ان انت تستخدمها، بسيطة. تبحث، ممكن تبحث هنا بالاسم مثلا، لو انت تبحث مثلا عن الكوميدي او ايا كان يعني. زي ما انت شايف كده في حاجات يعني حرفيا جميلة جدا آه وسهلة الاستخدام. تقدر تبحث عن طريق هنا السيرش. تمام، في عندك هنا الترانسليشن، طبعا تترجم سهلة جدا. عندك هنا كمان الإفكتات، زي ما انت شايف كل دي إفكتات حركات بقى لكل مثلا مقطع عايز مثلا تضيف الجزء دوت أو أي أجزاء هنا في كل مثلا مقطع معين أو عايز تضيفه. تضيف مثلا هنا الجزء دوت، أو مثلا عايز تضيف مثلا الجزء ده، تضيف مثلا هنا بين الفيديو دوت أو الفيديو دوت المقطع أو اللقطة. تمام، فالموضوع أسهل وبسيط يعني مش صعب زي ما انت شايف كده. تمام، تعال نشغل الفيديو كده ونشوف اللقطة بس. تمام، تعال نشوف كده يعني زي ما انت شايفين كده دي اللقطة اللي كانت موجودة. ايه رأيكم؟ جميلة، جميلة جدا جدا. تمام، طيب عايزين مثلا نلغيها، دوس هنا كده. انا لغيت اللقطة زي ما انتم شايفين، دوست مثلا هنا فكده كده اللقطة يعني او الجزء اللي انا كنت عاملها شلتها عادي جدا وبسيطة. تمام، بس كده يا شباب. ده الجزء اللي هو يعني ده الجزء اللي هو الشرح للمبتدئين من اول خالص. تمام، الموضوع بسيط وسهل، مش صعب خالص. فدي كل لو الشرح يعني تبع المبتدئين. هوريكم بقى يعني الإضافات الجديدة بقى هوريها لكم دلوقتي. يعني مثلا عندنا هنا الجزئية، مثلا الجزئية بتاعت اللي هي الإضافات الجديدة ديت. تمام،
دي كل الاضافات زي ما انتم شايفين كده، اضافات كتير جدا جدا يعني. في طبعا الحاجات اللي هي زي ما انتم شايفين اللي هي بتحتاج اشتراك، او في طبعا يعني الحاجات المجانية سهلة جدا، في كل الموجود يعني زي ما انتم شايفين. تمام، دي خانة زي ما قلت لكم انتوا تضيفوا فيديوهات. تمام، عندنا ايه تاني؟ الجزئية اللي هي طبعا الفول. طبعا قلت لكم ان انتوا تختاروا فول كواليتي، دول افضل او افضل كواليتي يعني. طيب انت مثلا عاوز تعمل اكسبورت للفيديو، هدوس على كلمة اكسبورت. تمام، وفي الخانة دي هشرح لكم بقى الجزئية دي، عشان يعني دي مهمة أهم من كل اللي أنا شرحته يعتبر، فعاوزين كده تركيز وحاجة كده بسيطة يعني. تمام، طيب ده النيم اللي هو اسم الفيديو اللي انت هتضيفه. تمام، وده الاكسبورت اللي هو يعني تستخرج الفيديو دوت لمكان البي سي او للمكان اللي انت عاوز تضيفه فيه لأي فولدر. تمام، طيب والجزء اللي هو الريزوليوشن او يعني اللي هو افضل يعني مش افضل كواليتي يعتبر. تمام، افضل كواليتي. طبعا انا يعني بفضل في عندك يعني عندك لحد ال 8K يعني. عندك هنا آه عندك هنا 4K، وعندك ال 2K، وعندك ال 1080 720 و 480. طبعا ما بفضلش دي خالص يعني، بداية مثلا من 720 دلوقتي مقبولة. هنا 1080 يعني ممتازة جدا جدا، يعني شغالة مع الفيديوهات كتير جدا كويسة جدا. ودي اللي بنصح بيها على طول، افضل بكتير من ال 2K وال 4K، لان هما يعني بياخدوا مساحة اكبر شوية، بس بيديك افضل كواليتي. بس يعني ايه، يعني دي يعني حاليا اللي شغالة اكتر في 1080، وحتى على موبايلاتنا كتير جدا يعني فول اتش دي يعتبر. تمام، حتى كان هو بيقولك ان السايز مثلا كذا، الفيديو ده مثلا كام ثانية او كام دقيقة يعني. كل ده موجود يعني وكده. يعني مثلا الفيديو ده عامل حوالي تقريبا 30 ثانية، أو زي ما انتم شايفين 31 ثانية وثانية. تمام، فدي كل دي الثواني، أو ده اللي هو الجزء بتاع الثواني أو الدقايق أو الساعات. تمام، ده الجزء دوت. تمام جدا يا شباب. عندك هنا مثلا قلنا الستيكر وقلنا التكست. في عندك هنا مثلا يقولك هنا دي بقى كل عندك مثلا هنا البيزك، عندك هنا اليلو مثلا، عندك حاجات تبع اللون مثلا يلو، الأصفر، عندك هنا الأحمر، عندك البلو، عندك الجرين، عندك هنا ايه تاني البينك. في كل الموجودين، كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة عندنا زي ما انتم شايفين كده، كل حاجة موجودة. تمام، تمام. عايزين نعمل امبورت زي ما انتم شايفين، كل حاجة زي ما انتم شايفين كده موجودة ببساطة يعني. تمام كده يا شباب، مثلا نعمل اكسبورت مثلا، وتعمل تدوس هنا الاكسبورت وخلاص كده. كده انت عملت الفيديو كامل مكمل. وطبعا هنا ايديت كفر، ممكن هنا تدوس هنا ايديت كفر، تختار مثلا الجزء مثلا اللي انت عاوزه، او يعني اللي انت عاوزه هنا زي ما انت شايف كده. بس كده يا شباب، ده الحوار كله. بتمنى ان انتوا يعني تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويكون الفيديو ده عجبكم. وقدرت ان انا يعني اشرح كل حاجة في البرنامج دوت. وزي ما انتم شايفين كده يعني البرنامج سهل وبسيط مفهوش اي صعوبة. هو بس كل الفكرة انت في قص ولزق وتعمل ديليت، او في مثلا فيوتشر يعني، او في يعني اضافات جديدة تضيفها، مثلا تعمل ترجمة، او تعمل افكت، او تعمل ستيكر، او تعمل هنا تكست اضافي. انت فاهمين يا شباب يعني؟
يعني الموضوع اسهل مما الموضوع سهل جدا جدا يعني. ف فمثلا ايه يعني الجزئية، يعني اصعب جزئية يعتبر مثلا ممكن تكون في انت تجرب بس الاضافات الجديدة، بس يعني الفكرة في كده. يعني دي اللي انا شايفه اصعب حاجة يعني. يعني بس الموضوع سهل لو انت مثلا اتعلمته اكتر او كده. ف ما اظنش يعني هيكون في صعوبة على يعني حتى كمان المبتدئين اكيد فاهمين دلوقتي ان يعني كل الامور بسيطة يعتبر، مفيش اي صعوبة، مفيش اي يعني الموضوع يعني هو بالانجلش، بس انت تترجم بس، ولو عرفت مثلا الشعار او الجزئية مثلا المعينة. هنا مثلا كابشن يعني ايه ترجمة، ان انت تعمل او تستخدم الترجمة اللي هو كلام الفيديو مثلا، او ايا كان الفكرة. فكل ده متاح موجود، بسيط مش صعب. آه، الفكرة بس ان انت يعني ايه تتعلم اكتر واكتر، وتشوف فيديوهات اكتر للبرنامج. الموضوع فعلا جميل جدا، يعني المونتاج من افضل الحاجات اللي انا يعني اتعلمتها بصراحة، من المهارات اللي هي حاليا مطلوبة جدا. آه، يعني ومتاحة جدا، يعني مطلوبة جدا الشباب. يعني كتير جدا مطلوبة عندكوا. يعني مميزات كتير جدا في المهارة ديت، انت يعني مثلا بتعمل فيديوهات نفسك، او لفيديوهات مثلا الآخرين ناس تانية او كده. لا، في كتير جدا يا شباب فرص في المجال دوت. يعني يعني استغلوا المجال دوت يعني المهارة دي من أفضل المهارات وأسهلهم يعتبر. يعني أسهل حاجة كده المونتاج يعني. يعني وده يعتبر أفضل برنامج يعني للمونتاج دوت، وسهل جدا إن انت تتعامل معاه، مش صعب خالص. يعني هو بس الفكرة كلها إن انت يعني ان انت تتعلم اكتر، ان انت تشوف اضافات جديدة تستخدمها، ان انت مثلا تطور نفسك في المونتاج، في مثلا في المهارات المونتاج يعني عموما، مثلا زي سرعة الفيديو، تخلي الفيديو يعني اسرع شوية مثلا، احس المشاهد ميملش. تهتم مثلا باول ثانيتين او اول مثلا، يعني اول دقيقة عموما او كده. فعشان يخلي الفيديو كده يعني هو جميل كده في الاول، فاهمني؟ فتاخد المشاهد بسهولة، او يعني تخلي المشاهد يعني يستمتع بالمشاهدة. فلا يعني حاجة جميلة جدا ان انت تتعلم كل دوت يعني. طبعا الفيديوهات ديت يعني هنمنتجها، يعني كل ده بنعمل فيديو مثلا نجمع قائمة من الفيديوهات زي كده. مثلا عندك كم مثلا فيديو، هنا مثلا 3 فيديوهات، هنا 3 فيديوهات، هنا 3 فيديوهات. يعني بنتكلم في حوالي تمن 6 9 فيديوهات اهم. فانت بتجيب مثلا كل فيديو هنا او تعمله امبورت، وبعد كده تجيب كل فيديو هنا زي ما انت شايف كده، وتضيفه فيه اللي هو اللاين دوت، او اللي هو الشتر الفيديو دوت. تمام. وبعد كده بكل بساطة ان انت تقصص بقى في الفيديو، تعمله select مثلا هنا، عايز تقصص تعمل split، وتجيب مثلا الجزء ده كده، وتجيب الجزء ده كده، وتوصل مبلغ يعني اللي هو اللي انت مثلا مش عاوزه، وتحذفه، او مثلا الكلام اللي مش عاوزه، وهكذا وهكذا. تمام. بس يعني كل جزئية انت مثلا مش عاوزها او انت عاوزها، تقدر تعملها هنا. فاهمين يا شباب؟ الموضوع بسيط جدا. فعندك برضو هنا الخيارات اللي هي الإفكت، عندك هنا الترانسليشن، عندك هنا الكابشن. فعلى الكابشن هنا برضو زي ما انت شايف كده اختار كل اللغات. عندك مثلا هنا Arabic زي ما انت شايف، عندك هنا كل اللغات، عندك الإنجليش، عندك الفرنش، عندك الجيرمان ألماني، عندك ايه تاني، عندك الاسباني اسبانيش، عندك ايه تاني، عندنا ايه تاني، في عندك اليوناني، وفي عندك
في كل اللغات، يعتبر في كل اللغات، كل اللغات متاحة عندنا يا شباب. تمام، في ده كله عشان بس انت تترجم، او انت عشان يعني تعمل ايه يعني يعني تخلي الكلام يظهر على الشاشة. تمام، زي ما انتوا، زي ما انا كنت بعمل في الفيديوهات بتاعتي وكده يعني. تمام، لو حد كان بيشاهد هيعرف اللي انا بقوله يعني. طيب عندك كمان هنا اللي هو الفلترز، دي كلها فلاتر زي ما انت شايف كده. عندك كده ايه تاني، عندك كده الاوديو، وعندك كده الستيكر. طبعا زي ما قلت لكم، الستيكر دايما بيبقى بالشكل دوت ماشي. وانت مثلا عاوز تبحث عن حاجة معينة، مثلا عن مجال زي الكوميديا، مثلا كوميديا، فبيبقى مثلا بالشكل دوت. فاهمين يا شباب؟ بيكون بالشكل ده، مثلا ايه يعني، موزة مش عارف ايه، حاجات زي كده. حاجات جميلة بصراحة يعني، حاجات تبع كوميديا، فلا جميلة جدا جدا ومفيدة، وبتخلي الموضوع حلو يعني، لذيذ. تمام، فلا الموضوع جميل يا شباب، جميل جدا جدا. بس فدي كل القصة يا شباب، وده كل الشرح اللي أنا بقولك عنه، وبالتوفيق للجميع. طبعا يعني كملوا بس المقطع للآخر، في حاجات تانية إضافية يعني هنضيفها في اللي هو الفيديو المتقدم. تمام، وبالتوفيق يا شباب، بالتوفيق. ففهمت يا شباب يعني، دي أهم حاجة إن انتوا تتعلموا المهارة ديت. المهارة دي يعني مطلوبة جدا جدا. ناس كتير قوي بتكسل تتعلمها، لدرجة إن هي من سهولتها بتكسل من فعلا تتعلمها يعني. موضوع يا شباب يعني من أسهل ما يكون حرفيا، إن أنت تتعلم المهارة ديت، أو الفكرة ديت. يعني المهارة دي من أسهل حاجة إن أنت تتعلمها حاليا. آم، بس أهم حاجة إن أنت تتعلم أكتر في المهارة دي. لو اتعلمت أكتر في المهارة دي فعلا هتفرق معاك جدا في حياتك، هتطورك جدا في المونتاج والفيديوهات اللي بتعملها. آم، لو برضو بنصح جدا إن يعني تشوف مثلا فيديوهات اكتر، عشان تتعلم اكتر في مهارات المونتاج. تشوف مثلا اضافات جديدة، تتعلم مثلا يعني حاجات كده، مثلا تشوف كل الاضافات وكده اللي هي جديدة، مثلا تتعلم مثلا برامج اكتر. يعني تبقى عندك آه، مهارات. المهارة دي خد بالك، هي مش مهارة واحدة يعني. مهارة المونتاج ديت مش مهارة واحدة بس يعني، بالعكس يعني. مهارة المونتاج دي حرفيا هي يعني أكتر من مهارة في بعض يعني. انت بتقعد تفكر ان انت مثلا تعمل مثلا ايه في الأول. في الأول ايه يعني مثلا عشان تخلي المشاهد يعني يكون مستمتع بالفيديو بتاعك. فانت بتفكر فالتفكير دوت اللي هو التفكير الزائد زي ما بيقولوا. آه، التفكير الزائد دوت بيبقى فيه نوع من انواع اللي انت بتبقى آه، عندك التفكير الزائد دوت بيخليك ان انت تبقى مستمتع اكتر، بتبقى عندك مهارات اكتر. بتخلي يعني التفكير دوت بيبقى بيديك افكار حرفيا مش عند اي حد. فانت بتبقى عندك حاجات جميلة جدا، فاهمني، من كتر بس ما انت بتفكر يعني. الفكرة بس إن لو فعلا فكرت وفعلا الامور يعني انت فعلا حابب الفكرة، او حابب المهارة ديت، لا هتفتح لك حاجات كتير جدا يعني مثلا كعمل، او مثلا يعني انت تبقى مثلا كونتنت كريتور. لا فعلا حاجة جميلة جدا، سهلة جدا تتعلمها في 2026. لا بجد الموضوع يعني مهم انت تتعلمه، حتى لو حاجة بسيطة تتعلمها في اليوم. فلا يا شباب يعني اتعلموا يا شباب، عشان يعني كل ما بتتعلم وانت بسنك صغير، كل ما انت هتوصل يعني. انا يعني الحقيقة يا شباب، في ناس كتير جدا مش عارفة تتعلم من كتر ما هي اللي هو الموبايل، بس هو ألعاب وكده بس. لأ انت اتعلم يا شباب، حتى لو
الإمكانيات عندك بسيطة، يعني حتى لو إمكانياتك بسيطة تقدر تتعلم أي مهارة. مش لازم إن أنت يكون عندك إمكانيات خرافية، لأ ابدأ باللي معاك، يعني ما تكونش بادئ يعني ما تكونش ما تكسلش، ما تقولش إن أنا مش معايا، أنا مش عندي الجهاز اللي هو الواو الخارق. لا بالعكس، يعني دي حاجة بسيطة خالص، تقدر بكل بساطة إن أنت يعني ممكن كمان على الموبايل يشتغل معاك عادي جدا. مش لازم البي سي أو الكمبيوتر أو اللابتوب، لا عادي جدا يا شباب. أهم حاجة بس إن أنت تتعلم وأنت في سنك الصغير دوت. ده يعتبر يعني الحاجة اللي هتطلع بيها وانت في سن كبير، فدي حاجة جميلة جدا. وانت بتتعلم أي مهارة، فانت بتتعلم عشان نفسك مش عشان حد تاني. بالعكس، يعني الأمور كلها يعني دلوقتي في الذكاء الاصطناعي، يعني داخلين في الموجة ديت وكده في الذكاء الاصطناعي آه، حاليا المونتاج من المهارات الحلوة جدا انت تقدر تتعلمها في 2026. وفي كتير مهارات، يعني مش زي المونتاج بس، لأ في كتير مهارات، بس يعني في عندك مهارات كتير جدا زي جرافيك ديزاين. في عندك مثلا ايه تاني، انت مثلا تبقى كونتنت كريتور، تشتغل في يعني في المحتوى، تصنع محتوى. عندك ايه تاني تصنعه؟ ممكن مثلا تقدم الخدمات، حاجات بسيطة يعني. فلا في يا شباب يعني فرص كتير قوي في 2026 تقدر تستغلها يعني. فبتمنى جدا من كل قلب يعني ان انتوا تتعلموا حاجة في 2026. ان كل ما بيتقدم سنة سنة، فكل ما يظهر مجالات يعني جديدة او مهارات جديدة، فبالتالي انت مش هتعرف تلاحق على كل المهارات ديت، فاهمني؟ فهي دي الفكرة، يعني ان انت يعني تبقى عندك على الأقل يعني 5 مهارات مثلا، أو على حسب يعني قدرك، أو أنت آم، حابب أنت مثلا تتعلم كام مهارة مثلا في السنة. اعمل تحدي لنفسك كده، فاهم؟ اللي هو ايه يعني، انت تتعلم مثلا كذا مهارة في اليوم. أو مثلا تتعلم مثلا جزء من هنا على جزء من هنا، كونت مهارة، عملت يعني فاهمني عملت ايه. آه، عملت حاجة، فاهمني عملت حاجة في السنة. يعني ما تكسلش، ما تقولش بكرة بكرة، يعني كل ما يجي بكرة هتقول بعده، فعلى ايه؟ حاول ان انت دايما يعني تحاول قدر الامكان ان انت يعني تستمتع وانت تتعلم حاجة جديدة، ان في يوم من الايام صدقني يا ابني هتوصل. في اليوم من الايام هتوصل وهتقول ان انا وصلت. يعني الحاجة اللي هي الصغيرة اللي انت بتعملها قد كده في اليوم دي، صدقني يا ابني دي حاجة كبيرة جدا في قدام انت بتعرفهاش. صدقني زي ما قلت لك يعني، اسمع مني عشان دي حاجة انا مقتنع بيها جدا. يعني انا مبسوط جدا في اللي انا بعمله دوت عشان انا بفيد الناس. يعني وبرضه انت حاول لو انت عندك امكانية ان انت تتكلم صوت الجمهور، او تتعاون مع الناس، او تتكلم مع الناس. حاول تفيدهم يا شباب. يعني انتوا دلوقتي جيل المستقبل يعني، ففيدوهم بكل المعلومات. انتوا اتولدتوا في زمن جميل جدا، من احسن من احسن الازمنه اللي انتوا اتولدتوا فيها. بالتالي يعني انت اتعلم وفيد واستفيد، ومن الخبرات كلها اتعلم واكتسب مهارة جديدة. وشجع يعني حاول تفيد الناس بقدر الإمكان. لأن الإفادة دايما بتعم يعني، أو بتكون دايما مفيدة للناس. حاجة جميلة جدا انت تبقى يعني اللي هو غيرك مثلا مش عارف حاجة، انت ساعده دايما. عرفه الحاجات الجديدة اللي ظهرت، لأن في كل يوم مجال جديد يعتبر، أو
يعني او كل سنة بيظهر مجالات جديدة. فانا يعني مبسوط جدا ان انتوا يعني انتوا معايا لحد دلوقتي. فلا بجد مبسوط جدا جدا. آم، عارف ان انا طولت شوية عليكم في الفيديو دوت، بس انا كان يعني الجزئية الأخيرة ديت بس كانت نصيحة بس من القلب، ان انتوا تتعاونوا، تكونوا يعني عندكوا مهارات جديدة في الجرافيك، في يعني جرافيك ديزاين، الكونتنت كريتور، في المونتاج. المهارات اللي هي الجديدة ديت مهمة جدا جدا، هتفرق معاكم صدقني جدا، هتفرق معاكم جدا في الأيام اللي جاية. هتحتاجوها، يعني أكيد في يوم من الأيام هتحتاجها. فدي حاجة كده يعني جانبية، فاهمني؟ يعني تكون يعني معاك في يعني يعني معاك في كل حاجة، فاهمني؟ يعني انت مثلا محتاج مثلا يعني المهارات دي اصلا حاليا، يعني دي كده تعتبر آه، يعني هي قديمة، ففي مجالات جديدة ظهرت. فان شاء الله برضو هقول لكم المجالات الجديدة اللي هي ظهرت ف مثلا في 2026 يعني وكده. مثلا الشهر الجاي او الفيديو الجاي يعني هقول لكم المجالات الجديدة اللي هي بالظبط، عشان بصراحة يعني حابب ان انا افيدكوا يعني ويكون في امكانية كبيرة جدا ان احنا يعني نكون بنفيد ونستفيد مع بعض، يعني فاهمين يا شباب؟ انا بس حابب اقول لكم بس ان ايه، ان انتوا تحاولوا قدر الامكان ان انتوا تتعلموا مهارات جديدة، عشان كل ما بتتعلم مهارة جديدة كل ما تكتسب خبرات، كل ما تكتسب مهارات جديدة، كل ما تكتسب افكار جديدة. يعني عايز اقول لك الافكار ديت الفكرة لا بتساوي حاجات كتير جدا، بتساوي كتير يا شباب يا جماعة. يعني الافكار دي كل فكرة انت بتفكر فيها غيرك بيفكر فيها، ممكن ينفذها ممكن منفذهاش. انت لو نفذتها هتبقى مية مية. يعني لا في يا شباب، لو انت بس كل ما تفكر كتير كل ما انت يكون عندك الاسلوب اللي هو اللي انت اسلوب الانتاج، فاهمين يا شباب؟ يعني ايه؟ يعني انت عندك فكرة مش عند اي حد، فبالتالي انت عندك خبرة. فكل ما تفكر اكتر كل ما تفكر اكتر كل ما يكون عندك خبرة، كل ما يكون عندك فكرة، كل ما يكون عندك يعني يعني يكون عندك خبرات اكتر. ف يعني يا شباب، فانا يعني بتمنى لكم كل خير، بتمنى لكم كل يعني خير من كل قلبي. حابب ان انا اوضح اخر حاجة، انه الفيديو دوت يعني يعني يكون يعني حاجة بسيطة انا بقدمها لكم، عشان انا يعني حابب اقدمكم اكتر واكتر، ونفسي اساعدكم كلكم. وانا بصراحة يعني كل اللي انا بس عاوزه ان انتوا آه، يعني تتعلموا اكتر وتستفيدوا من المهارات الجديدة ديت، وتكونوا عندكم علم فعلا. يعني يكون العلم دوت يبقى يعني العلم دوت يكون انتوا مستفيدين بيه بأكثر استفادة، وان انتوا تكونوا عندكم يعني ايه، يعني مهارات جديدة في السنة. كل سنة مثلا تشوفوا مهارات جديدة تتعلموها وتكتسبوا مهارات جديدة وتكسبوا أفكار جديدة، وهكذا وهكذا وهكذا. يا شباب الموضوع جميل، انتوا بس استفيدوا وان شاء الله خير يا شباب. و... وانا يعني معلش بقى عشان طولت عليكم في الفيديو دوت، بس انا يعني كنت بحاول افيدكم برضو بالكلام دوت، واني بحابب ان انا انصحكم انتوا زي اخواتي. وبشكركم جدا جدا على الفيديو دوت، وبتمنى كل توفيق لكم. ودايما افتكروا ان انتوا هتنجحوا وهتوصلوا لأكبر حاجة انتوا عاوزينها. وبالتوفيق يا شباب، وسلام. طيب يا شباب، دي طبعا دي قناتي، انا حابب ان انتوا تكونوا يعني معايا في القناة. واهم حاجة اهم حاجة، انا طبعا بعمل فيديوهات كتير جدا على القناة ديت.
بس انا يعني ايه عاوزكم يعني تتعلموا من كل فيديو انا بقدمه، لان بصراحة في فيديوهات كتير قوي يعني مهمة مفيدة ليكوا تعلموها. فالقناة ديت يعني انا عاملها ليكوا، وحابب ان انتوا تكونوا دايما يعني مستمتعين، او يعني عندكوا ان انتوا تتعلموا مهارات جديدة كل يوم. وزي ما قلتلكوا كده يعني ايه حاولوا دايما تتعلموا كل ما يمكن ان انتوا تتعلموه. وبشكركم جدا جدا على ان انت تشوف المقطع الفيديو المقطع ده جامد. اهم حاجة دايما افتكر ان كل ما انت بتتعلم كل يوم مهارة جديدة، كل يوم ما انت تكتسب مهارة كل مهارة جديدة، كل ما تكتسب افكار جديدة، كل ما انت تتعلم كل الافكار او كل الحاجات دي انت بتكتسبها كل يوم، انت دايما بتتطور، انت دايما بتتطور. فحابب دايما ان انتوا تكونوا يعني يعني عندكوا الشغف وعندكوا الفكرة ان تتعلموا اكتر واكتر. تمام، وبالتوفيق يا شباب، وباي.